الأهلي في الصدارة وعن جدارة. حقق اليوم فريق النادي الأهلي فوزا مثيرا على النادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف. أحرز الهدف الأول أشرف بن شرقي في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وبالهدف ده بينتهي الشوط الأول 1-0 للنادي الأهلي. وفي الدقيقة 60 من الشوط الثاني النادي الأهلي بيحرز الهدف الثاني عن طريق السيد أحمد زيزو من ركلة الجزاء. أما في المباراة الثانية النادي المصري بيتعادل تعادل سلبي أداء ونتيجة أمام نادي سموحة. وبعد نتيجتين المباراة النهاردة يبقى الأهلي في المركز الأول برصيد 21 نقطة، والنادي المصري في المركز الثالث خلف سيراميكا كليوباترا ب19 نقطة، إنما سيراميكا كليوباترا عنده 20 نقطة. وبكده الأهلي بيفك الاشتباك مع المصري والزمالك وبيصعد للقمة. يا ترى الأهلي هيحافظ على القمة والله إيه؟ اكتبولي في التعليقات.